السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اتكلمت معاكم عن المقص اللي هو بتاع الفتلة قبل كده، اللي هو ده. هتلاقوا موجود عنه ريفيو على القناة. لحظة بس، اللي هو اسمه هير ريموفر. ده بتاع براون. ده انا وريتهولكوا قبل كده، بس طبعا ان عندي كسر. ده بيشتغل، ده بالشاحن بس، نحط فيه الشاحن ونشغله مباشر على الكهرباء. تمام. نحط الفتله، بس طبعا في البدايه لما تشد الفتله جامد في الاول خلي بالك متشدهاش جامد عشان بيكسرها. فبصوا هنا تلاقي مشروخ من هنا، شرخ مني من هنا. وبعد كده هو كان له هنا دايره اللي بتعدي منها الخيط، من هنا على هنا على هنا. فدي من كتر ما شد الخيط فدي اتشالت، اتكسرت هو كمان كده. طبعا ملوش لازمه ده كده خلاص. فجبنا واحد تاني، ده اللي هو براون. سعره انا شايفاه على اللي هم على نون تقريبا ب400. مش عارفه بقى هو ب400 فعلا ولا هو معمول عليه خصم كده. بصوا ده بقى انزو، دي لسه جديده يعني، لسه دوب فاتحينها ما استعملناهاش كمان. جهاز فتله لذات الشعر للساقين واليدين والابط والوجه. طبعا احنا اخرنا اللي هو الشنب. هي دي جاي معاه حجاره. ده طبعا فيه ميزه طبعا ان هو يتحط له حجاره. عارفين ان احنا الحجاره بتاعت التلفزيون دي، بتاعت ريموت التلفزيون، الحجاره الكبيره دي. بصوا بيشتغل بالحجاره وسرعات. تمام. جاي معاه الشاحن، بس مش جاي معاه الراس، دي الراس بتاعت التليفون بتاعنا، جاي معاه دي. نخلع الحجاره اوريكم. لحظه، وبالشاحن فهتكون ضعيفه شويه. بصوا هنا حمرا، بصوا شغاله بس ضعيفه لانه عايز الشاحن لسه. تمام. برضه سرعات. نفصل دي، نرجع للحجاره تاني. طبعا الحجاره بتقعد قد ايه والكلام ده كله انا لسه ما استخدمتش ولا اعرف. دي طبعا بكره الخيط بتاعتها اهي. احنا جايبين عندنا واحده اللي هو الخيط ده. الخيط ده ممكن نلاقيه في الاماكن بتاعت اللي هم الناس المكان اللي بنلاقي فيه، ممكن اللي هو باع فيه الملقاط والحاجات دي، لان ده مخصص. حطها بمقلوب. نجيب بقى الخيط، نشغل المكنه دي واوريها لكم. نفتح دول كده، ناخد على بره كده ماشي، وبعدين بنقفل ونطلع هنا على فوق، وبعدين ننزل على دي بسم الله، وبعدين نطلع على دي، بعدين نرجع هنا تاني نفتح دي نلف عليها. تمام كده بسم الله. بصوا كده اهي شغال. بسرعة نشيل الحجارة بس ونشتغل في الحاجات اللي زي دي بالذات، واخلعي الحجارة عشان برضو لو قعدت فترة ما تصديش من جوه ولا تبوظ لنا السوسة دي، تصدي وتبوظ. نحطها كده وهنعين الحجارة تاني مكانها، مثلا نحطها هنا، نلم الحاجة بتاعتنا، نخلص ونلم حاجتنا تاني ونعينها. بتاع دي المكنة بتاعت المقص بتاع إزالة الشعر ده. حلو أوي للشنب،
ان انت بتعملي بيه. في ناس تعمل بها الوجه، ممكن تعملي بيها القفله، يبقى انت عامله كل حاجه في بيتك بدل ما تخرجي بره وحد يعمل لك ولا حاجه. يبقى طبعا الافضل، احنا عارفين طبعا الحاجات دي شغلها البيت افضل بكتير. طبعا الوجه لما لو شعر كثيف جدا ممكن تشيليه، لكن لو الوجه الشعر بتاعه ضعيف كده ملوش لازمه ان احنا نشيله، يعني هنشيله ده هو حمايه بالنسبه لنا، حمايه من الشمس، حمايه من انها يبقى في كلف، حمايه من الحاجات دي كلها على فكره. يعني ربنا مدينا حاجه كويسه، مدينا ميزه كويسه للشعر ده. نقفل بقى. دايما الحاجه بتاعتنا اللي زي كده نستعملها ونرفعها بعيد عن ايدين اولادنا عشان ما يبهدلهاش او يلعبوا فيها وتتكسر منهم. ده كان جاي من بره برضو، بس اكيد موجود هنا زي ما ده كان جاي من بره قبل كده اللي هو براون ده، وبعد كده لقيته موجود هنا كتير. هو برضو ده مكتوب عليه زي ده برضو ان هو الساقين واليدين. دي كان مكتوب عليه 30 درهم. يعني مكتوب عليه تقريبا ان هو ممكن نقول 300 جنيه. وقت ما جه 300 جنيه مثلا، او 400. ده الوقت انا شايفاه زي ما قلت ب 400 وحاجه او اكتر او اقل على حسب الموقع اللي معروض عليه، اللي هو المقص بتاع براون ده، اللي هو الهير ريموفر بتاع براون. اتمنى ان انا اكون افدتكم لو بمعلومه بسيطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.